إليكم أخبار النادي الأهلي خطوة بخطوة، ولكن قبل أن نبدأ صل على سيدنا محمد ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري. كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن آخر التطورات بخصوص إمام عاشور بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا بفيروس A الذي أدت لاستبعاده من المباريات في الفترة الأخيرة. ويتمسك إمام عاشور نجم وسط النادي الأهلي بضرورة العودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة من أجل المشاركة في بطولة السوبر المصري، فضلا عن ارتفاع حظوظه للتواجد مع المنتخب الوطني في كأس أفريقيا. وأكد المصدر أن اللاعب خضع صباح اليوم لسلسلة من التحاليل الدقيقة والتي أظهرت تحسنا ملحوظا في حالته مقارنة بالأسابيع السابقة، مشيرا إلى أن النتائج جاءت مطمئنة للجهاز الطبي. وأوضح المصدر أن إمام عاشور سيخضع لفحوصات جديدة خلال 48 إلى 72 ساعة لتقييم تطورات حالته بشكل أدق، مؤكدا أنه في حال أثبتت النتائج تحسنا إضافيا فسيبدأ اللاعب المرحلة الأولى من البرنامج التأهيلي في أقرب وقت. وأضاف المصدر أن هناك تفاؤل كبير داخل الجهاز الطبي والفني بإمكانية بدء اللاعب التأهيل بنهاية الشهر الجاري أو مع مطلع الشهر المقبل، تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية تدريجيا. وعلى سياق آخر، يرفض مسؤول النادي الأهلي فكرة مناقشة عقد إمام عاشور في الوقت الحالي، خاصة أنه يتبقى في عقده مع المارد الأحمر 3 سنوات. وكان آدم وطني وكيل اللاعب قد أكد في وقت سابق عن إمكانية رحيل إمام عاشور حال توافر عروض قوية من الخارج أبرزها من أمريكا وأيضا السعودية. تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة يستر روبا المدير الفني ضربة قوية قبل مواجهة الإياب أمام إيجال نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا. يأتي ذلك بعدما تأكد غياب الحارس الدولي محمد الشناوي بسبب شعوره بإجهاد في العضلة الضامة، بالإضافة إلى تعرضه لنزلة برد قوية، وهو ما دفع الجهاز الطبي لتوصية المدير الفني بعدم المجازفة به حفاظا على سلامته. وقرر تروب استبعاد الشناوي من قائمة المباراة، مفضلا إراحته بشكل كامل، على أن يتولى مصطفى شوبير حراسة المرمى في اللقاء المرتقب الذي يقام مساء غد السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن إياب دور ال 32 من البطولة الأفريقية. ويسعى الأهلي لحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بعد أن حسم مواجهة الذهاب خارج الديار بالفوز بهدف دون رد، ليكون اللقاء في القاهرة بمثابة موقعة الحسم بالنسبة لبطل أفريقيا التاريخي. يبحث النادي الأهلي في الوقت الحالي عن التعاقد مع مهاجم من العيار الثقيل لتعزيز صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك لتعويض رحيل الدولة الفلسطيني وسام أبو علي. وبحسب مصادر داخل القلعة الحمراء فإن لجنة السكاوتنج بالنادي الأهلي أبدت إعجابها الشديد بقدرات دياباتي، واعتبرته أنه الحل المثالي لأزمات الخط الهجومي، لما يتمتع به من مزيج بين القوة البدنية والسرعة والقدرة على إنهاء الهجمات، وهي المواصفات التي شدد الجهاز الفني بقيادة يستر روب على ضرورة توافرها في المهاجم الجديد. ويبلغ دياباتي من العمر 26 عاما، مواليد 17 نوفمبر 1999، ويقدم موسما استثنائيا في الدوري السويدي حيث شارك في 27 مباراة سجل خلالها 15 هدفا وصنع 4، ليحتل المركز الثاني في جدول هداف الدوري السويدي قبل 3 جولات فقط من نهايته. وتقدر القيمة التسويقية للمهاجم الإيفواري بنحو مليون يورو، وهو رقم في متناول الأهلي نسبيا، خاصة أن اللاعب انضم إلى جوتنبورغ في يناير الماضي بعقد يمتد حتى عام 2028، ما قد يتطلب مفاوضات دقيقة مع ناديه السويدي حال تقدم الأهلي بعرض رسمي. شاركنا برأيك لكي نستمر. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.